يا مساء الأنوار. من دقايق رابطة الأندية أعلنت العقوبات الخاصة بماتش الزمالك والأهلي، وكما المتوقع يعني تم إعلان احتساب الزمالك فائزا بالمباراة بثلاث أهداف لصفر، وخصم 3 نقط من الأهلي مع نهاية السيزون. وطبعا تم ذكر في اخر البيان بان رابطه الانديه تنتظر رد اللجنه الاولمبيه المصريه على الشكوى اللي قدمها الاهلي. من قبلها بربع ساعه واضح ان الاهلي كان عارف ان الخطاب بتاع الرابطه هيطلع، فقال لك يعني ايه اسبق انا الاحداث، وراح منزل بيان بان الاهلي يلجا الى اللجنه الاولمبيه المصريه للاعتراض على عدم تطبيق رابطه الانديه واتحاد الكوره لقرار رابطه الانديه بلعب مباراه الزمالك والاهلي بحكام اجانب. طبعا خلينا نتكلم في نقطه اجرائيه في الاول. الاهلي قال ان هو قرار رابطه الانديه بلعب حكام اجانب، ودي مش حقيقه خالص. الخطاب بتاع رابطه الانديه موجود على السوشيال ميديا، يقدر الناس تشوفه، وهو طلب مش قرار، طلب رابطه الانديه من اتحاد الكوره بتوفير حكام اجانب للمباريات الثلاثه بتاعه الزمالك والاهلي وبيراميدز. فده طلب مش قرار، فبالتالي القصه بتاعت الاهلي دي مش سليمه، مبنيه يعني على قصه غلط. طيب انا شايف قاري المشهد ازاي؟ انا رقم واحد قاري المشهد بان الاهلي ورط نفسه توريطه صعبه جدا، هو مش عارف يخرج منها ازاي. لان هو الراجل قال بشكل واضح ان انا في حاله عدم لعب المباراه بحكام اجانب مش هلعب الماتش ومش هلعب الدوري خالص. وطبعا ده حطه قصاد جماهيره بان انت لازم بقى تنفذ قرارك. والجماهير ما شاء الله ايه، هم مسخنينها، واللجان بتاعت الاستاذ جيم جيم مسخناهم، والناس ايه، احنا وراك يا اهلي، احنا وراك يا اهلي، والاهلي مكمل وبتاع. هيعمل ايه؟ لان طبعا كلنا عارفين ان الاهلي مش ممكن ما يكملش الدوري، دي حاجه مش هتحصل. الجهات يعني المسؤوله في البلد مش هتسمح بذلك. وفي نفس الوقت واضح من لجوء الاهلي للجنه الاولمبيه ان ما حدش لا في الرابطه ولا في وزاره الشباب والرياضه سمع لهم. وكان في تصريح مهم كده، بيان نزله اشرف صبحي بعد ازمه الماتش، وزير الشباب والرياضه، كتب في الاخر كده ايه على اعضاء مجالس ادارات الانديه: العلم بان مصر فوق الجميع. فدي واضح ان هو يعني حد حاول يكلمه وبتاع كده، والراجل طنش يعني. وعشان كده اظن الاهلي لجأ للجنه الاولمبيه. طيب انا شايف المشهد ازاي، متوقع ازاي؟ انا شايف ان مجلس الخطيب محتاج ان هو يخرج من الموقف اللي هو ورط نفسه فيه بشكل يحاول يسوقه يعني جماهيريا، ان انا كده يعني ايه، خدت اللي انا عايزه وخلاص بقى يا جماعه احنا هنكمل الدوري. فانا متوقع حاجه من اتنين: رقم واحد، يا اما حد من الرابطه دي هيستقيل ولا حاجه ولا بتاع، ويقول لك خلاص كده يا عم الدنيا تمام. والحل الثاني اللي انا شايفه اقرب، خصوصا بعد قصه الشكوى بتاعت اللجنه الاولمبيه ورابطه الانديه اللي كتبت الجمله الاخيره في انتظار القرار، ان هيتلغى خصم ال3 نقط في نهايه السيزون، وهيبقى ايه القرار؟ هيقف على فكره احتساب الاهلي منسحب من المباراه وخسر 3-0 وخلاص، من غير خصم ال3 نقط اللي في الاخر. ده توقعي الشخصي عشان يخرج الاهلي من الازمه ومن الورطه اللي هو ورط نفسه فيها. وعلى هيحاول بقى ايه، هم هيليسوها يعني مع بعض، وجمهور الاهلي ما شاء الله يعني بتقول له يمين يمين شمال شمال. فلما هيجي في الاخر يقول له احنا خدنا اللي احنا عايزينه، 3 بونت ما اتخصموش في نهايه السيزون، هيقول لك برضو بيبو بيبو بيبو، يا سلام يا خطيب، والدنيا هتمشي يعني والامور هتبقى تمام.